ازاي توصل للتوازن النفسي من غير ما تهرب من نفسك؟ عمرك حسيت انك مش متوازن رغم انك بتحاول تهدى؟ يمكن بتجري طول اليوم، تشتغل، تتكلم، تضحك، بس اول ما تقعد لوحدك تحس بلخبطة جواك مش مفهومة. صوت بيقولك انت كويس، وصوت تاني بيهمس لا، في حاجة غلط، انك مش محتاج تزود حاجة في حياتك، انت محتاج ترجع لنفسك. التوازن مش انك تبقى دايما مبسوط، ولا انك تتحكم في كل مشاعرك. التوازن الحقيقي انك تسمح لنفسك تحس من غير ما تغرق. يعني ايه من غير ما اغرق؟ يعني لما تزعل ما تجريش تهرب، ولما تخاف ما تكتمش جواك، ولما تتلخبط ما تضغطش على نفسك، تكون واضح وتكون فاهم. التوازن هو انك تكون صادق مع احساسك، بس مش عبد ليه. فتعالى نجرب التمرين البسيط ده. هتقعد مع نفسك 5 دقايق بس، واسأل نفسك سؤال واحد: أنا حاسس بإيه دلوقتي؟ من غير ما أجمل. واقعد اكتب، حتى لو كانت الإجابة متلخبطة، اكتب كل حاجة عن الإحساس اللي انت حاسه دلوقتي من غير ما تجمل. ولو حسيت ان الكلام لمس حاجة جواك، اكتب لي في الكومنت بحاول ارجع لنفسي، وسيب الفيديو علشان ترجع له لما تحس انك تايه.